أهلا بيكم. لو فكرت تواجه النرجسي الخفي لازم يهرب بأي حيلة. ممكن فجأة تلاقيه بيقولك أنا تعبان مش قادر أتحمل كلامك دلوقتي، أنا قلبي بيوجعني من كلامك. بجملة بسيطة بيقدر يغير اللعبة كلها. بدل ما تواجهيه تلاقي نفسك تتعاطفي معاه ومع مرضه الوهمي. عايزة تحاسبيه محتاجة تفسير، بس النرجسي الخفي دايما بيسبقك بخطوة. فجأة قبل ما تنطقي كلمتين تلاقيه وشه اتبدل، صوته واطي، عينيه مكسورة، ويقولك أنا مش قادر أتحمل الكلام ده، ضغطي عالي، أنا تعبان وقلبي بيوجعني. بكلمة واحدة حول كل حاجة. بدل ما تحاسبيه بقيتي بتطبطبي عليه. بس ساعات النرجسي الخفي بياخد اللعبة لمستوى تاني خالص. بدل ما يقول أنا ضغطي عالي، ساعتها هيقولك أعصابي تعبانة، أنا مكسور من جوايا بس ساكت، انت كده بتكملي عليا. يمثل إنه مكسور نفسيا، ضحية، شايل فوق طاقته، الدنيا تقيلة عليه والناس كلها خذلته. يقولك أنا بتوجع في صمت، محدش فهمني، انت كمان بتكملي عليا. وتبدأي تشكي مش بس بيمثل إنه مريض جسديا أو بيتمرض. وطبعا دي لعبة سهلة جدا لأنها ممكن تكون مكشوفة لكتير مننا، لكن النرجسي بيمثل المرض بطريقة تانية أخبث بكتير. جزء تاني من نفس الحيلة بس أخطر بكتير. بيمثل إنه تعبان لكن تعبان نفسيا، ودي أخطر لأن المرض الجسدي ممكن يتكشف، لكن التعب النفسي ملعب تاني واسع جدا. يمثل إن نفسيته تعبانة، مكسور، موجوع، أعصابه منهارة، الدنيا جت عليه. يمثل إن الدنيا كسرته، الناس خذلوه، مفيش حد فهمه، دايما بيتألم ويتوجع في صمت. يسكتك، يهرب من اللوم أو الحساب أو المسؤولية، ويزرع جواكي إحساس بالذنب على ذنب ما حصلش منك، ويعيش دور الضحية طول الوقت. أول ما تبدأي كلام في أي موضوع أو تواجهي النرجسي على أي موقف، فجأة تلاقيه بيمثل إنه منهار نفسيا. ممكن يقولك حاسس إن هيجيلي انهيار عصبي، كفاية ضغط. بيقفل المواجهة بكل سهولة ويزرع جواكي إحساس بالذنب، إنك بتكسريه، إنك محتاجة تهدي وتطبطبي بدل ما تحاسبيه. بتشتكي من أفعاله، يقلب الترابيزة كلها في لحظة ويقولك أنا تعبت من كتر ما بشيل لوحدي، أنا اللي مكسور من جوايا بس ساكت. كأنك أنت الجاني وهو الضحية. مش هيعتذر ولا يراجع نفسه، لكن هيخليك تتعاطف معاه وتطبطب عليه. لو قلت إنك تعبان أو محتاج منه حاجة، يقلبها عليك بسرعة ويبدأ يعمل لك مشهد درامي حزين جدا يستاهل عليه جايزة الأوسكار. يمثل إنه أكتر واحد موجوع في الدنيا، مش بيجاوبك، مش بيسمعك، مش هيصلح الغلط، لكن بيقلبها دراما حزينة جدا. ممكن يقولك أنا اللي مكسور من جوايا، أنا أصلا مش لاقي نفسي، أنا حياتي كلها ألم ومحدش حاسس بيا. كل ده علشان يسكتك، يحسسك بالذنب ويخليك تحس إنك أناني، إنك بتتكلم عن نفسك من الأساس. تشتكي من تعبك أو من ظلمه، تخرجي من الكلام حاسة إنك المفروض تطبطبي عليه. يعني بدل ما تسمعي أنا آسف، تسمعي أنا تعبان أكتر منك. لو فكرتي تسيبيه يقولك أنا طول الليل ما نمتش، عندي اكتئاب من زمان، ولو سبتيني هكون ولا حاجة، بس براحتك، ما تسيبنيش، ولو سبتيني ذنب موتي هيكون في رقبتك. يمثل إنه شخص حساس بزيادة، مجروح، علشان كل ما تتضايقي أو تتكلمي عن احتياجاتك تحسي إنك أنانية. إزاي تفكري في نفسك وهو قدامك متدمر من جواه؟ في الحيلة دي النرجسي بيقلب الترابيزة بشكل عبقري. انت بتتكلمي عن ظلمه، انت موجوعة من تصرفاته، محتاجة توضيح أو دعم أو بس تحسي إنه شايفك. استني شوية، العرض هيبدأ. فجأة تلاقيه لبس دور الشخص الحساس جدا. أنا أي كلمة بتوجعني أكتر من الطبيعي، أنا مش زيك، أنا مش قادر أكون جامد. الشخص المجروح من الدنيا، أنا مش عارف ليه الدنيا قاسية عليا كده، اللي شفته في حياتي محدش شافه، أنا مش عارف أنا بعمل إيه هنا، كل حاجة فاضية، حتى أنا فاضي، حاسس إني تايه من غير معنى. أنا حاسس إني مش متشاف من أي حد. هدفه الحقيقي مش علاج نفسي، ولا يتكلم عن مشاعره، ولا حتى بيطلب دعم. هدفه يدفن مشاعرك، لأن مشاعره أعلى. وجعك يجي إيه جنب وجعه؟ يسكتك ويزرع جواكي إحساس بالذنب، إنك السبب
في كل آلامه وأوجاعه النفسية، وممكن يلعبها بأسلوب تاني. هيقول كلام حنين بس فيه لسعة ذنب تحسسك بتأنيب الضمير وتسكتك. بيقول جمل شكلها حب لكن مضمونها انت جرحتيني وانا حبيتك اكتر من نفسي. كلام عاطفي رومانسي هدفه يحسسك بالذنب. جمل كتير هتسمعيها: انا عمري ما تخيلت انك ممكن تعملي فيا كده، وانا اللي كنت شايفك اغلى حاجة عندي، انا فضلتك على الكل ودي جزاتي، انا كنت فاكر انك اكتر واحدة هتقدرني بس شكلي طلعت غلطان، انا حاسس انك مش بتحسي بيا، انا بقيت تايه ومش لاقي حد يحتوي ضعفي. وجمل كتير جدا، كلام شكله عاطفي رومانسي، مفيش اي تهمة واضحة ليكي، لكن هيخليكي تحسي كأنك خنتيه وانك قلبك حجر وانك السبب في تعبه. تبدأي تطبطبي عليه وتنسي تعبك ووجعك. النتيجة كل ما تعترضي، كل ما تتكلمي عن ظلمه، يقلبها عليكي بكلام شكله حب لكن معناه الحقيقي خليكي ساكتة علشان أنا ضحية حبك. اسكتي وانسي جراحك، ولازم تطبطبي عليا مهما حصل ومهما عملت فيكي. ده ممكن يبرر كل ظلمه وأذاه بنفس الحيلة. ساعتها هيقولك أنا مش قاسي، أنا موجوع من جوايا، أنا مريت بحاجات صعبة فبقيت كده. بدل ما يعتذر عن الإهانة يبرر إنه تعبان نفسيا، يخليكي انتي دايما اللي تصلحي الغلط، هو يكسر وانتي اللي تلمي، هو يغلط وانتي اللي تعتذري. أصل هو مكسور من جواه ومجروح ومش قادر يعمل أي مجهود نفسي، انتي دايما اللي لازم تتحملي. وساعتها هيقول أنا مشكلتي إني حساس بزيادة، أنا مكتئب وسايبها على الله. كل مرة تتكلمي تواجهي هيسكتك بنفسيته المجروحة المكسورة، ولو وقعتي في الفخ هتلاقي نفسك بتواسيه. الأخطر من كل اللي فات إن النرجسي ممكن يضربك أو يهينك ويقول بعدها أنا آسف، أنا أصلي تعبان نفسيا ومش قادر أسيطر على نفسي. بدل ما تحسي إنه بيأذيكي تحسي إنه محتاجلك وإنك لو سبتيه هيضيع. مش بس بالكلام، النرجسي ممكن يمثل التعب النفسي، ممكن يلعب دور المجروح المصدوم نفسيا من غير كلام خالص، تمثيل صامت تماما. بدل ما يقول أنا تعبان نفسيا يخلي جسمه هو اللي يتكلم بالنيابة عنه، يربكك أكتر لأنك مش هتلاقي حاجة تمسكيها ولا هتعرفي تفهمي اللي بيحصل، بس هتشوفي قدامك إنسان مكسور، تلاقي نفسك بتتعاطفي معاه، بيصعب عليكي تسكتي وتبدأي تراعيه من غير ما تسألي. تلاقيه سايب جسمه يقعد مطاطي، يعني مكوم جسمه مش فارد نفسه، حاطط راسه على ايده او عامل نفسه مش قادر يقف، يتنفس بصوت عالي، كل شوية يتنهد او يقفل على نفسه او يخش على مشهد تمثيلي رائع: انا تعبان قوي، نفسيتي منهارة، مش قادر اكمل كلام، ويمشي ويسيب البيت. لو فضل هتلاقي عينه زايغة أو تايهة، صوته واطي، لو سألتيه مالك يرد مفيش، بس الدنيا مش ماشية معايا. بعدها يسكت ويحط إيده على وشه كأنه منهار لكن من غير دموع، يوصلك نفس الإحساس من غير كلام: أنا متحطم من جوايا، خليكي جنبي ما تضغطيش عليا. يفضل نايم بالساعات في السرير، مش عيان لكن تعبان. لما تسأليه يقولك مش قادر أقوم، مخي مش راضي يتحرك. رسالة غير مباشرة: أنا ضحية ما تجيش عليا. يمشي جوه البيت زي الشبح، لا بيحلق ولا بيهتم بنفسه ولا بيضحك، بس فجأة لو حصل موقف فيه مصلحة ليه تلاقيه رجع طبيعي. وطبعا ده دليل واضح إن كل اللي بيحصل تمثيل، يجبرك تتعاطفي مع آلامه وجراحه من غير ما يتكلم. بعد أي خناقة أو مواجهة فجأة يسكت، يتخشب، يفضل يبص في الأرض كأنه اتحطم تماما. لو قربتي منه يبعد بهدوء ويمثل إنه مش قادر يرد، كأنه بيقولك أنا ضحية إنسانة قاسية عليا، وطبعا الإنسانة القاسية دي حضرتك. يسيب الأكل، يبطل كلام، يشتكي من حاجات غامضة، يقولك مش عارف أنام، حاسس بتقل فظيع، وكل ده من غير ما يقول سبب ولا يطلب حل. عيونه هيكون كلها حزن، مش لأنه حزين لكن علشان يوصل رسالة غير مباشرة: أنا موجوع، بلاش تعاتبيني، بلاش تحاسبيني، بلاش تفتحي المواضيع اللي بتضايقني. يسيب عينه دايما نازلة لتحت كأنه مكسور، لو شافك بصيتي ناحيته يبعد بسرعة كأنه مش عايز يوضح أكتر، بس الحقيقة إنه عايزك تشوفي الحزن وتصدقي تمثيله.
يحافظ على تعبير وشه حزين حتى وهو ساكت، يجبرك تتعاطفي معاه من غير ما يتكلم، كأن الحزن بقى ساكن في ملامحه. لو قربتي منه بعد خناقة تلاقي عيونه بتقولك ظلمتيني من غير ما ينطق بكلمة، يخليكي انتي تحس بالذنب ويكسرك. ساعات ممكن تلاقي عينه بتدمع، مشهد كله تمثيل، مش بس بيلعب بملامح وشه، ده كمان بيتحكم في صوته بطريقة مرعبة علشان يوصل إحساس معين يخليك تشك في نفسك ومشاعرك تتلخبط. نبرة الصوت الهادية الضعيفة المكسورة اللي كلها حزن، كأنه بيقول من غير كلام أنا تعبت بجد مش قادر أتكلم. لو اتكلم هيقولها بصوت ناعم واطي في رعشة بسيطة، والحقيقة هو لا تعبان ولا حاجة، هو عايز يشغلك، يجبرك تتعاطفي معاه وتنسي كل اللي حصل. وقت العتاب فجأة هتلاقي صوته مبحوح أو مخنوق، أنا مش مصدق إنك شايفة إني غلطت بعد كل اللي عملته. صوته بيكون كأنه بيكتم دموع أو وجع، لكن مفيش دموع ولا وجع. الكلام نفسه هيلعب بيه، هيتكلم ببطء، يمط الكلام أو يقطع الجملة علشان يحسسك قد إيه هو مكسور من جواه. أنا مش عارف أشرح إزاي، مش وقته. كأنه مش قادر يتكلم من كتر وجعه، لكن الحقيقة هو بيحاول يربكك ويشتت تركيزك ويجبرك تتعاطفي معاه. صوته هيكون واطي جدا لدرجة تضطري تقربي منه علشان تسمعيه وتنسي كل الظلم اللي اتظلمتيه. أنا مش كويس بس مش حابب أتكلم، يجبرك تنسي إنك كنت زعلانة أصلا، تنسي ظلمه وإهانته وتركزي في جراحه. والنتيجة بيكسر أي مواجهة ويخليكي تجري وراه وتواسيه وتنسي كل ظلمه وإهانته. مش مجرد استعطاف، لكنه بيسكتك غصب عنك، كأنه بيقولك أنا متحطم ما تكمليش عليا. وطبعا مش هيتحاسب على أي حاجة، هيتحاسب إزاي وجنابه مجروح واللعبة كلها تتبدل. انت اللي محتاجة تعتذري وتراعي وتطبطبي مش هو. الخلاصة النرجسي الخفي مش بس بيمثل إنه مريض جسديا أو بيتمرض، ممكن يمثل شخصية المكتئب المجروح اللي متدمر نفسيا، مش علشان يخف لكن علشان يسكتك، يتحكم فيكي ويسيطر على مشاعرك ويشيلك ذنوب مش ذنبك. تكرار المواقف بنفس الطريقة وبنفس السيناريو كل مرة مستحيل يكون صدفة. افهم اللعبة وما تتورطش فيها، حاسبه على أفعاله لكن ما تسمحش لنفسك إنك تقع في فخ التعاطف مع شخص بيمثل عليك. في النهاية لازم نقول مش كل نرجسي خفي بيمثل العجز النفسي بنفس الشكل أو حتى بيستخدم الحيلة دي أساسا. تمثيل العجز النفسي مش حيلة أساسية عند كل نرجسي، لكنها حيلة موجودة بيستخدمها لكن بشروط. لو عرف إنك عاطفية بتتعاطفي مع اللي قدامك بسهولة، لو حس إنك ممكن تتأثري بكلامه أنا مكسور أنا ضايع أنا تايه، هيستخدمها عليكي فورا. لو فشل في السيطرة بالعنف أو الغضب والخصام والتخويف والصمت العقابي وكل الحيل النرجسية، لو ما جابتش نتيجة يمثل إنه متحطم مكتئب مش قادر يعيش. لما يحس إنه مش عارف يتحكم فيكي، بدأت تفوقي أو تبعدي، فجأة يبعتلك رسالة طويلة كلها وجع وآلام نفسية. أنا مش عارف أعيش من غيرك، أنا بنهار، أنا غلطان بس كنت تايه. مش علشان يصحح الدنيا لكن علشان يرجع يتحكم، بس بيغير النغمة، بيغير نغمة التحكم والسيطرة ويدخل بنغمة المجروح الموجوع اللي الدنيا داست عليه في غيابك. لكن كتير جدا النرجسي الخفي بيكون إحساسه بنفسه إنه قوي ومفيش زيه، أو شايف إن العجز ضعف وما يلقش بيه. ما يستخدمش الحيلة دي ويختار بدلها التجاهل والبرود والغموض ويحطم ثقتك وكل الحيل النرجسية المعروفة. تقدر تقول إن الحيل واحدة، بس كل نرجسي بيختار الحيلة اللي تناسب الموقف واللي تناسب الضحية اللي قدامه. النقطة الأخيرة في موضوعنا النهاردة، تمثيل العجز والضعف والهشاشة النفسية بيظهر أكتر في المرأة النرجسية أكتر من الراجل. لعبة سهلة جدا في إيدها، سهل جدا تقول أنا مكتئبة، أنا أعصابي تعبت والله، أنا مش مستقرة نفسيا اليومين دول، أنا مكسورة من جوايا، والكل يتعاطف معاها بكل سهولة وتعرف تعيش دور الضحية المظلومة وفيها كل العبر.